السلام عليكم. بكره مباراه مهمه جدا للزمالك الساعه 6 مساء على استاد القاهره امام ستلنبوش في مباراه العوده في الكونفدراليه ربع النهائي. مباراه مفصليه للزمالك، مباراه هتحدد حاجات كتيره جدا في موسم الزمالك. مباراه لازم الزمالك يدخلها، يخلص المباراه من بدري عشان ما تدخلش في حسابات كبيره. شفنا ستلنبوش في مباراه الذهاب في بلده في جنوب افريقيا، كان فريق متواضع، فريق مش احسن حاجه. الزمالك تحفظه زياده عن اللزوم خلاه يخرج بنتيجه التعادل. كان ممكن الزمالك يضغط ويكسب، الزمالك ضغط اخر 10 دقائق كان ممكن يجيب هدف، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله بكره ما تاخدش في حسابات كتير، في دوشه كتيره جدا للزمالك خارج المباراه، لكن اتمنى اللعيبه تحافظ على تركيزها والامور تمشي بشكل جيد. تعال نشوف بزيرو ممكن يلعب ازاي في مباراه بكره باذن الله. خطه وطريقه الراجل اللي شغال بيها الفترات اللي فاتت في عواد في حراسه المرمى، صلاح مصدق والونش وحسام عبد المجيد ثلاثي دفاع. ناحيه اليمين عمر جابر، ناحيه الشمال المغربي محمود بنتايج. في نص الملعب قد نرى شحاته وعبد الله السعيد او دونجا وعبد الله السعيد، وان كنت ارى ان شحاته وعبد الله السعيد هتبقى ثنائيه افضل بكتير للزمالك. ممكن ناصر ماهر يلعب ناحيه اليمين، ناحيه الشمال مصطفى شلبي وراس حربه ناصر منسي او سيف الدين الجزيري. ده وفقا لطريقه وخطه الراجل اللي بيلعب بيها اللي هي 3 ورا. فاتمنى ان بكره ان احنا بكره ما نلعبش 3 ورا، اتمنى ان احنا نلعب كوره طبيعيه، نلعب بشكل طبيعي جدا، تلعب 4 وتزود كثافه هجوميه. طيب ازاي نزود كثافه هجوميه او الشكل يبقى عامل ازاي؟ اتمنى ان الراجل بكره يلعب بعواد، صلاح مصدق وحسام عبد المجيد في خط الدفاع، عمر جابر ومحمود بنتايج، محمود جهاد ومحمد شحاته وعبد الله السعيد في نص الملعب، ناصر ماهر ومصطفى شلبي، ناصر منسي كراس حرب. اتمنى انه يلعب بالتشكيله دي. في غيابات في الفريق، ايوه في غيابات، ولكن ان شاء الله مع عوده الجفالي تقدر تظبط موضوع الاجنحه والامور تمشي بشكل جيد لحد ما ننهي هذا الموسم على خير ونشوف ايه اللي هيحصل بعد نهايه هذا الموسم باذن الله. قلت لكم امبارح وبقول لكم النهارده بطوله مهمه للزمالك مشارك فيها. الزمالك كسبان البطوله مرتين قبل كده، كسبناها النسخه الماضيه. بطوله بتخليك تلعب سوبر افريقي وتكون متواجد بشكل كبير، واسمها بطوله بتضاف في رصيد نادي الزمالك من حيث عدد البطولات. بطوله مهمه وماتش مهم بكره. الرهان كله على جمهور الزمالك، الرهان كله على جمهور الزمالك اللي دايما داعم ودايما واقف خلف الفريق. تشتيت كتير زي ما قلت وحوارات كتيره جدا خارج سياق المباراه، ولكن اتمنى الجمهور بكره يبقى مركز مع الفريق، مركز على الفوز. ما تشغلش بالك باي حاجه تانية، خليك مع الزمالك ولا شيء تاني غير الزمالك. عوده عبد الله السعيد هتبقى مكسب كبير للزمالك. عبد الله عنده خبرات كبيره جدا، بيقدر يلم الفريق، بيقدر يشتغل بشكل جيد. اتمنى ناصر ماهر يرجع لمستواه سريعا ويرجع يلعب كوره جيده، الكوره اللي بيلعبها، الكوره الحلوه اللي بيلعبها، المهارات والاسيستات والشغل اللي بيلعبه. اتمنى انه يرجع لمستواه. وجود ناصر منسي هيفرق كتير مع الزمالك، بيقطع على العرض القريبه كتير، استغل عرضيات عمر جابر وعرضيات بنتايج من الناحيه الثانيه. ان شاء الله الامور تمشي بشكل جيد. اعتقد فتوح هيبقى ليه دور في مباراه بكره، ان شاء الله المباراه تخلص على خير والزمالك يصعد لنصف النهائي. ولكل حدث حديث باذن الله، وبكره متواجدين ان شاء الله في مدرجات ثالثه يمين. اشوفكم على خير وان شاء الله نرجع بالمكسب باذن الله. عاش الزمالك الغالي.